السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. العرب هو لفظ يطلق على سكان بلاد واسعة تمتد من الخليج العربي إلى المحيط الأطلسي، أي أن العرب موجودين في كل مكان في الأرض، والعرب هم الذين يتكلمون اللغة العربية ويدينون بالدين الإسلامي. وبعض الباحثين قال إن العرب أو سبب تسمية العرب بهذا الاسم لأنهم يتميزون بالبيان والفصاحة. وقسم المؤرخون العرب إلى 3 أقسام، هم العرب العاربة والعرب المستعربة والعرب البائدة. العرب البائدة هم الذين عاشوا في جنوب شبه الجزيرة العربية قبل أن ينقرضوا بعد أن حل عليهم غضب الله عز وجل، ومنهم أقوام عاد وثمود. وقال الله تعالى: فهل ترى لهم من باقية، سورة الحاقة آية 8. العرب العاربة وهم أبناء قحطان من ذرية سيدنا هود عليه السلام، وهم من تبقى من العرب البائدة بعد انهيار سد مأرب في اليمن، وهم استوطنوا مواضع متفرقة وكونوا قبائل عديدة، ومن هذه القبائل تصيم ومديس باليمامة وجرهم وعماليق في مكة. نيجي بعد كده للعرب المستعربة، وهم أبناء سيدنا إسماعيل عليه السلام، وقد تحدثنا عنهم في الحلقة السابقة، وهنقول قصتهم باختصار شديد. سيدنا إبراهيم عليه السلام ترك السيدة هاجر في واد غير ذي زرع، هي وابنها الرضيع سيدنا إسماعيل عليه السلام. وسيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل عليهما السلام والسيدة هاجر كانوا يتحدثون السريانية، لكنهم اختلطوا بقبائل الرحل من العرب العاربة، وبالتحديد قبيلة جرهم الثانية والعماليق، فتعربوا وسمي نسلهم العرب المستعربة. وكونوا بعد قرون قبائل وبطونا عديدة، ويعود نسب هذه القبائل جميعا إلى عدنان، وهو أحد أحفاد سيدنا إسماعيل عليه السلام، ولذلك تم تسميتهم بالقبائل العدنانية. ومن هذه القبائل قبيلة قريش التي منها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في ذلك: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم، فأنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأول من تنشق عنه الأرض، وأول شافع وأول مشفع. وانتشر العرب بعد ذلك إلى مناطق أخرى في العراق والشام، ثم جاء الإسلام فانتشروا حاملين الدعوة إلى مصر وشمال أفريقيا، وشكلوا بذلك امتدادا واحدا يشترك في اللغة والدين، يسمى الآن بالعالم العربي والإسلامي. وبكده تكون حلقتنا خلصت. ما تنساش تكتب لنا رأيك في الكومنتات، وايه اللي انت حابب ان احنا نتكلم عنه في الحلقات اللي جاية. وما تنساش تسجل اعجابك وتشارك الفيديو لو عجبك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما تنساش تصلي على النبي.